المحكمة بعتت قوات شرطة تستقبلها من المطار. أول ما وصلت من مدينة ميامي في أمريكا ودوها على طول على المحكمة عشان يتحقق معاها في مصدر الفلوس اللي كانت بتصرفها في رحلتها في ميامي، وده بسبب إن هي كانت قاعدة في أغلى الفنادق اللي موجودة في أمريكا، الفنادق اللي كانت بتمتلكها دولة قطر. يعني المحكمة الإسرائيلية بقت كمان شاكة إن قطر بتصرف على أسرة بنيامين نتنياهو، وإن قطر كانت بتعمل كل ده بس عشان تقلل من مصر. يعني الصراحة الواحد كفاية إن هو كان بالع إن قناة الجزيرة ليل نهار بتقطع في مصر وبتنشر كل السلبيات اللي موجوده فيها عمال على بطال، لكن توصل ان هي تدفع ملايين للصحفيين وتتصرف ملايين الدولارات على اسره بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل، كل ده في مقابل مهاجمه مصر. وده كل اللي انا حكيته لك ده هو اللي تم الاعلان عليه بس، ما بالك بقى اللي بيتعمل ولسه مستخبي. ده مش بعيد اصلا في الاخر نلاقي ان كل القرارات الامريكيه اللي بتهاجم مصر تكون من ورا وتحت ايد قطر. يعني لما تيجي كده تبص على الموضوع وتلاقي ان دوله عربيه زي السعوديه هتدفع تريليون دولار لامريكا، ودوله زي الامارات هتدفع هي كمان تريليون 400 مليار دولار. شوف بقى اللي ممكن تدفعه قطر، حتى لو هي ما اعلنتش عن كده بس في مؤشرات بتقول ان هي دفعت. والدليل على كلامي ان ترامب اعلن عن خطه لزياره الشرق الاوسط وحدد الدول العربيه اللي هيزورها زي السعوديه والامارات، ودول دفعوا، وكمان قطر. بس قطر الوحيده اللي ما اعلنتش هي دفعت كام. قطر ذكيه، عارفه ان هي لو اعلنت عن ده كله هيهاجمها. بس اللي انا مستغربه يعني ان العلاقات المصريه القطريه رجعت تتحسن تاني، لكن النظام القطري زي ما تقولوا كده يعني بان